هنعرف في الملخص ده ليه سكار قتل مفاسة وإزاي العداوة بدأت ما بينهم، وهل سكار مظلوم فعلا زي ما ناس كتير بتقول وإن مفاسة هو اللي ظلمه وسرق مملكته واتجوز سرابي اللي كان بيحبها سكار كمان. ومش بس كده، ده كان السبب في إن أبو سكار يموت. طب هل سكار هو البطل الحقيقي ومش سيمبا؟ علشان دافع عن مفاسة زمان وبسببه اتجرح في وشه، وهو برضو اللي أنقذ مفاسة زمان من الموت وهم صغيرين. طب هل سيمبا سرق مملكة سكار بعد أبوه؟ وهل سيمبا بطل ولا قاتل؟ خلينا نحط نفسنا مكان سكار كده. لو حد سرق منك حاجة وبعدين خدت حقك منه، ولما ابنه كبر انتقم منك وقتلك، يبقى مين البطل ومين القاتل؟ يلا بينا نبدأ علشان نعرف الإجابة. بيبدأ الفيلم بسيمبا وهو واقف على الجبل بعد ما بقى ملك الغابة، وبيتكلم مع كل الحيوانات في الغابة وبيحكي لهم هيعمل ايه. وبعدين بنشوف نالا مرات سيمبا وهي في مكان بعيد وخايفة، وبتنده عليه وبتبص للسما وتتمنى ان السما توصل صوتها وكلامها. وبعدين بنشوف تيمون وبومبا وهم رايحين لسيمبا وبيطلب منهم يخلوا بالهم من كيارا بنته لغاية ما يرجع تاني. وفعلا تيمون وبومبا بيروحوا لكيارا الكهف اللي هي قاعدة فيه وبيلعبوا معاها وبيحكوا لها انهم قتلوا عم سيمبا الشرير سكار، فبتقول لهم ان سيمبا باباها هو اللي قتله وكمان هو اللي حكى لها كده. وبعدين اصلا ازاي نمس وخنزير هيقتلوا اسد؟ فبيتكسفوا لما بيعرفوا انها كشفت الكذبه بتاعتهم. بس بنسمع صوت من بره وفجاه بنلاقي رفيكي داخل الكهف وبتجري عليه كيارا، وبيبدا يحكي لها عن جدها مفاسة وهو شبل صغير وازاي قدر ينقذ الغابه من الجفاف والجوع، وازاي برضه تحول من شبل لملك الغابه. وبنشوف مفاسة وهو صغير ومعاه بابا ومامته واللي هم جدود سيمبا، وهم مهاجرين لأرض جديدة فيها حياة، وهم ماشيين في الصحراء الدنيا بتمطر ويبقوا مبسوطين جدا إن أخيرا في مية. وبنشوف جد سيمبا وهو بيعلم مفاسة إزاي يجري ويخليه يسابقه ويكسبه علشان يفرحوا. وبتبدأ تشرب الحيوانات من المية اللي نزلت من السماء وبيغنوا وبيبقوا مبسوطين. بس فجأة بتحصل حاجة تدمر كل ده، وبيبصوا كل الحيوانات على الصوت اللي جاي من بعيد، بيلاقوا ان المية بقت كتيرة وتحولت لطوفان والإعصار جاي عليهم بقوة وبيغرق مفاسة في المية. بس بابا ومامته بينطوا في المية وراه علشان ينقذوه، وفعلا بابا بينقذه وبيطلعوا على حجر بعيد عن المية، وبتقف مامته مستنياه علشان ينط من على الحجر. بس فجأة بنلاقي فيل غرقان المية بتحدفه على الحجر اللي واقف عليه مفاسة وبيغرق مفاسة ومحدش بيعرف ينقذه المرة دي. والمية بتاخده بعيد عن أهله وأرضه ويطلع ويسند على جذع شجرة وبيلاقي نفسه في غابة تانية أول مرة يشوفها، وبيفضل يعوم على جذع الشجرة لغاية ما بيسمع صوت جاي من وراه. ولما بيبص بيلاقي شبل صغير تاني وبيعرفه بنفسه وبيقوله إن اسمه تاكا وإنه عنده سر عايز يقوله عليه. ولما مفاسة بيسأله إيه هو السر بيقوله إنك هتتاكل كمان شوية، وإن السر إن التماسيح اللي في المية هتطلع له دلوقتي. وبيبص مفاسة بيلاقي إن التماسيح بتجري عليه وهي فاتحة بقها، لكن بتيجي أم الشبل اللي كان بيكلمه وبتنقذه وبتطلعه من المية. ولما ابنها بيقول لها إنهم ما ينفعش يسيبوه ويمشوا وإنهم لازم ياخدوه معاهم القطيع، بترفض مامته وبتقوله إن قوانين القطيع بتقول إنهم ما ينفعش ياخدوا الضالين. فبيرد عليها مفاسة وبيقول لها إنه مش ضال وإنه ليه أهل وإنه تايه منهم، وبيطلب منها تعرفه طريق أهله. فبتقوله إن الغابة بتاعته بعيدة جدا وبتاخده وتروح للقطيع بتاعها. وبيشوفها جوزها وبنعرف إنه ملك القطيع، وبيزعق لها وبيقول لها انت ازاي تجيبي حد غريب للقطيع وإنهم هياكلوه علشان يخلصوا منه. فابنه بيرفض وبيرد عليه أبوه بيقوله إنه ما ينفعش ندخل أسد غريب القطيع وإنه لما يكبر هياكلنا كلنا. فبيرد عليه مفاسة وبيقوله إنه مش ضال وإن ليه أهل وإن اسمه مفاسة. فالأسد بيقوله أنت تعرف يعني إيه مفاسة أصلا؟ مفاسة معناها ملك، وأنا هنا ملك الغابة والأفضل ليك إنك تهرب علشان تنقذ حياتك. فبيستفزه مفاسة وبيقوله أنا لو هربت مش هتعرف تلحقني علشان أنا أسرع أسد على وجه الأرض. وبينده الأسد لابنه الشبل وبيقوله إنكم هتتسابقوا مع بعض لغاية الشجرة الميتة، ولو ابني كسبك هقتلك. فبترد أم الشبل اللي أنقذت مفاسة من التماسيح وبتقول له جوزها ولو مفاسة كسب السباق هيدخل القطيع وأنا اللي هربيه ومحدش هيأذيه. فبيوافق جوزها وبيبدأ السباق، وبيضرب الأسد الكبير مفاسة وبيوقعه علشان ابنه يسبقه. فمراته بتقوله ما تعملش كده وإن ابنها لازم يكسب بشرف. فبيقول لها لازم أخلي ابني يكسبه علشان هيبقى ملك الغابة في المستقبل. ونشوف السباق والأسدين الصغيرين بيجروا، وفجأة بيقع مفاسة في المية ويفتكر لما غرق مع أهله ويسبقوا الأسد التاني، ويحاول مفاسة يحصله. بس الأسد التاني بيقوله أنا عندي سر عايز أقوله لك، وبيقوله إنه ملوش إخوات خالص وإنه دايما كان نفسه يبقى له أخ
وبيسيب مفاسة يكسبه علشان أبوه ما يقتلهوش. وأول ما بيوصل مفاسة الأول عند الشجرة الميتة، الأسد الكبير بيغضب جدا وبيقول لمراته إن مش هيقتل مفاسة، بس هيتربى مع البنات مش مع الأسود الرجالة. وبيكبر مفاسة وبيبقى شاب، وبنشوفه وهو خارج يصطاد مع مرات الأسد وتاكا ابنها، وفجأة بيهجم عليهم أسود من قطيع تاني، وبيتخضوا أول لما بيشوفوا الأسود لأن النوع ده من الأسود مش موجود غير في التلج، وبيبقى لونهم أبيض وحجمهم كبير جدا. وبيهرب تاكا وبيسيب أمه ومفاسة لوحدهم، لكن مفاسة بيدافع عنها وبيقتل الأسد والباقي بيهرب، وبيشيلها وبيرجعها للقطيع وهي مصابة. وبتقول لجوزها إن لولا مفاسة كان زمانها ماتت، وبيقول له مفاسة إن أول مرة يشوف أسود زي دي في حياته، وإن القطيع بتاعهم قريب مننا وفي خلال يوم هيهجموا علينا. فبيرد عليه الأسد وبيقول له مستحيل تعرف هيهجموا إمتى. وبيرد مفاسة وبيقول له ابعت جاسوس من القطيع علشان يراقبهم وتتأكد من كلامي. ولما بيروح الجاسوس بيلاقي القطيع فعلا قريب من قطيع مفاسة، وبنشوف ملك القطيع وهو بيقتل الأسد اللي معرفش يقتل مفاسة، وبنعرف إن مفاسة قتل الأسد ابن ملك قطيع الأسود البيضة. وبيهرب بسرعة الجاسوس وبيروح لملك قطيع مفاسة وبيقول له إن كلام مفاسة صح، وإن الأسد اللي مات ابن ملك قطيعهم، وإن الأسود حجمها كبير جدا ومخيف وإنهم أكتر منهم بكتير. فبتطلب مرات الأسد من مفاسة وابنها إنهم يهربوا بعيد علشان ما يموتوش لما القطيع يهجم عليهم. ولما مفاسة بيرفض بتقوله إن النور اللي جاي من بعيد ده نور الأرض اللي كانت مامتك قالت لك عليها زمان، وإنه لازم يروح لهناك علشان يلاقي أهله ويلاقي القطيع بتاعه الحقيقي. وبيمشي مفاسة ومعاه تاكا، وبعد شوية بنلاقي الأسود البيضة بتجري وراهم، وبنفهم من القطيع اللي كان عايش معاهم مفاسة كلهم ماتوا، وإن الأسود البيضة بتجري ورا مفاسة علشان تنتقم منه لأنه قتل ابن ملك القطيع لما كان بيدافع عن مرات الأسد. وبيمسكوا مفاسة وتاكا، لكن مفاسة بيقول لهم إن تاكا بريء وإنهم يسيبوه يمشي. وبعدين تاكا بينط هو ومفاسة في المية وبيهربوا بعيد عنهم، ولما بيطلعوا بيلاقوا أرض جديدة وحيوانات أول مرة يشوفوها، وبيقابلوا سرابي وبنعرف إن تاكا بيحبها من وهم صغيرين. وفي مشهد تاني بيحكي لمفاسة عنها وبيطلب منه يساعده إنه يعبر لها عن حبه، وبيساعده مفاسة وبيقوله إزاي يبدأ معاها الكلام. وبيشوف مفاسة قرد جاي عليه من بعيد، ولما بيقرب بنلاقيه رفيقي وهو صغير، وبيقوله إنه رايح هو كمان لأرض النور، وبيعرض عليه إنهم يروحوا مع بعض. وبيمشوا طريق طويل جدا، وفجأة بيقابلوا قطيع حيوانات فبيحاولوا ينضموا ليهم ويمشوا معاهم. وبعدين بيظهروا الأسود البيضة على الجانب التاني من الجبل، وبيحاولوا ينطوا علشان يمسكوا مفاسة، لكن مفاسة بيقول لتاكا إنهم المرة دي هيقتلوهم ومش هيهربوا منهم، وإنه هيقنع الأفيال تقاتل معاهم. وبيهاجموهم قطيع الأسود فبيخافوا الفيلة وبيجروا بسرعة. واحد من الفيلة بيخبط الشجرة اللي واقفة عليها سرابي فبتقع وبيغمى عليها، وبيجري عليها سيمبا بسرعة وبيلحقها قبل ما الفيلة تدوس عليها وتموت. في نفس الوقت بيكون تاكا مستخبي وما بيطلعش يلحقها، وأول ما بتفوق رفيقي بيقول لها إنه أنقذ حياتها، فبتسأله مين اللي أنقذ حياتي؟ فبيرد بسرعة مفاسة وبيقول لها إن تاكا هو اللي أنقذ حياتك، وبيعمل كده علشان عارف إن تاكا بيحبها من وهم صغيرين، بس هي بتبقى عارفة إنهم بيكذبوا علشان شمت ريحة مفاسة وهي مغمى عليها. وبتروح سرابي لمفاسة وبتسأله أنت اللي أنقذتني ولا لأ؟ فمفاسة بيحاول يتهرب منها لكنها بتطلب منه يصارحها، وبنفهم إن سرابي حبت مفاسة مش تاكا، وبنعرف إن مفاسة كمان كان بيحبها لكنه كان مخبي علشان خايف على تاكا. وبيشوفهم تاكا من فوق الجبل وهم حاضنين بعض، فبيغضب جدا وبيحس إن مفاسة خانه وسرق منه سرابي. وفي يوم بيطلع تاكا علشان يصطاد أكل فبيشوفوه الأسود البيضة وبيحاولوا يقتلوه. وبعدين ملك القطيع بيقول لتاكا مفاسة قتل ابني وأنا قتلت أبوك بسبب مفاسة، يعني مفاسة السبب في اللي احنا وصلنا له، وبيعرض عليه ينضم للقطيع ويعرفوا مكان مفاسة فين، وبيوافق تاكا إنه يسلموا مفاسة. وبيرجع تاكا للمكان اللي مستخبي فيه مفاسة، ولما بيسألوا مفاسة كنت فين بيقولوا إنه كان بيحاول يجيب لهم أكل. ولما النهار بيطلع بيمشوا من الكهف علشان يروحوا للأرض اللي بيحلموا بيها من وهم صغيرين، بس قبل ما بيمشوا تاكا بيسيب علامات وراه القطيع الأسود البيضة علشان يقدروا يوصلوا لمفاسة بسهولة. وبيتفاجئ مفاسة ازاي عرفوا مكانه، فبيقول له ملك القطيع إن تاكا هو اللي قال لهم على مكانه وإن دلوقتي بقى واحد منهم. ويتفاجئ مفاسة إن تاكا خانه وبيقول له أنا أخوك إزاي تخني؟ فبيرد عليه تاكا وبيقول له أنت سرقت مصيري ودلوقتي ده مصيرك. وبيهجم ملك القطيع على مفاسة وهو بيعرفه اسم ابنه اللي قتله، ويبقى واقف تاكا يتفرج عليهم وهم في القتال ويفتكر كلام مامته زمان وهي بتقوله إن لحظة البطولة بتاعتك هتجيلك في يوم ما. فبيجري بسرعة على مفاسة وبيلحقه قبل ما ملك القطيع الأبيض يقتله، وبياخد هو الضربة مكان مفاسة ويتعور في وشه، وبتفضل الندبة دي معاه مدى الحياة.
وبيهرب في الوقت ده مفاسة وبيروح لباقي الحيوانات ويطلب منهم يقاتلوا معاه ضد الأسود البيضاء، وإن الفيل والثور والفهد أقوياء جدا ويقدروا يدافعوا عن أرضهم، وإنهم لو سابوا قطيع الأسود البيضاء يقتلوه النهاردة هيرجعوا بكرة ويقتلوهم كلهم وياخدوا أرضهم. وبيوافق الحيوانات إنهم يحاربوا مع مفاسة ضد قطيع الأسود البيضاء، وبتبدأ معركة كبيرة ما بينهم، وبنشوف ملك القطيع وهو بيجري على مفاسة علشان يقتله، ويفضلوا يضربوا في بعض لغاية ما بيقعوا في المية، ويغرق ملك القطيع ويطلع مفاسة من المية، والحيوانات كلها بتبقى مبسوطة علشان كسبوا الحرب ضد الأسود البيضاء، ومفاسة بيبقى ملك الغابة. وفجأة بيبص مفاسة بيلاقي أمه قدامه وبتقوله إنها كان عندها ابن زمان اسمه مفاسة والطوفان أخده منها، وإنها مبطلتش تستناه يرجع. ولما بيسأل مفاسة عن باباه بيعرف إنه مات، وبيجيله تاكا وبيطلب منه انه يسامحه على خيانته ليه. فالحيوانات بتقول لمفاسة انه لازم ينفي تاكا وما يسامحوش ابدا، لكن مفاسة بيرفض وبيقول لهم ان تاكا يبقى اخويا، وان طالما انا ملك الغابة اخويا هيكون ليه مكان في الغابة. وبعدين تاكا بيقول لمفاسة ما تقوليش الاسم ده تاني، وبيقول له انت هتسميني من النهارده سكار. وبنتفاجئ ان تاكا هو الاسد سكار عم سيمبا، وبنعرف انه سماه الاسم ده علشان سكار معناها الوصمة، علشان يوصمه بالخيانة ويفضل طول حياته يفتكر اللي عمله ده. وهنا بتنتهي حكاية مفاسة وسكار. بتبتدي قصتنا في غابة بيكون اسمها أرض العزة، وبنشوف كل الحيوانات فيها عايشين مع بعض في سلام، وبنعرف إنها تحت حكم الملك مفاسة، واللي النهاردة بيكون يوم مميز جدا بالنسبة ليه هو ومراته سرابي، لأن اليوم ده هينور المملكة الأمير سيمبا، واللي هيكون الوريث الوحيد للمملكة من بعد باباه الملك مفاسة. وبنشوف كل الحيوانات في المملكة بيتجمعوا علشان يحضروا الاحتفال ده، وبيظهر القرد رفيقي صديق الملك مفاسة اللي بيكون مخلص ليه جدا، وبيقوم بالاحتفالات بالملك سيمبا، وبعدها بياخدوا من مامته الملكة سرابي علشان يقدموا لكل الحيوانات في المملكة، وبيبدأوا الاحتفال بيه سوا. وبنشوف فار صغير بيستخبى في كهف، وبيكون في الكهف ده أسد اسمه سكار، واللي بيكون أخو الملك مفاسة وعم المولود الجديد الأمير سيمبا. وبنعرف انه ما حضرش احتفالات الامير سيمبا لانه متضايق من وجوده، علشان هو اللي هياخد كل حاجه من بعد بابا مفاسة، ومش هيعرف يكون ملك زي ما كان عايز. وبيتكلم مع الفار وبيقوله انهم شبه بعض لانهم بيعيشوا في الضلمه وبياكلوا بواقي الاكل سوا. ويقطع كلامهم الطائر زازو مراسل الملك مفاسة، ويبلغ الأسد سكار إن الملك مفاسة متضايق منه لأنه ما حضرش الاحتفال بابنه، بس سكار مش بيهتم بكلامه وبيكون عايز ياكله، لكن مفاسة بيوصل ويمنعه إنه ياكل الطائر، وبيسأله هو ليه ما حضرش الحفلة اللي المفروض هيقدم فيها ابنه للمملكة. فبيرد عليه سكار وبيقوله إنه نسى موضوع الحفلة ده خالص، وبيكون هيمشي ويسيبه وهو بيتكلم، لكن مفاسة بيحذره من الطريقة اللي بيتعامل بيها دي وإنه ما يتجاهلوش وهو بيتكلم تاني. وبيقوله كمان إن الأمير سيمبا هيكون ملك عليه في المستقبل، فبيتريق عليه سكار وبيقوله عاش الملك، وبيمشي ويسيبه. والطائر زازو بيكون واقف وشايف كل اللي بيحصل، فبيقول للملك مفاسة إنه لازم ينفي سكار من المملكة خالص لأنه خايف إنه يغدر بيه. فبيرد عليه مفاسة وبيقوله إنه ما ينفعش ينفيه لأنه أخوه وأرض العزة مملكته هو كمان. وبنروح للقرد رفيقي وهو بيجمع مجموعة من الديدان والحشرات المضيئة علشان يرسم رسمة لوش سيمبا كتسجيل للتاريخ، وبيكون فرحان جدا. وبتمر الأيام وبنشوف سيمبا بعد ما بيكون كبر شوية وبيصحى قبل شروق الشمس ويروح علشان يصحي باباه الملك مفاسة لأنه وعدوا إنهم هيطلعوا رحلة استكشافية للمملكة مع بعض. ويكون سيمبا متحمس جدا للرحلة دي، وبيطلع مفاسة لصخرة عالية جدا علشان يوري لسيمبا حدود المملكة اللي بيحكمها واللي بتكون أي أرض الشمس ظاهرة عليها وهم شايفينها. ويبدأ الملك مفاسة يدي نصايح لسيمبا وبيقوله إن دوره كملك في المستقبل إنه يحمي المملكة ويحافظ عليها. فبيسأله سيمبا هل هو هيحكم كل الأماكن دي، ويكون قصده المنطقة المظلمة اللي ورا الجبل. فبيعرفوا إن المنطقة دي خارج سيطرتهم، وبيأكد عليه إنه ما يروحش المكان ده. فبيقول له سيمبا إنه المفروض هيكون الملك وكل حاجة هتكون تحت سيطرته. فبيرد عليه مفاسة وبيقول له إن الملك الحقيقي اللي بيكون عارف إزاي يدي زي ما بياخد، لأن الحياة لازم يكون فيها توازن. ووقتها بيوصل زازو مراسل الملك اللي بيكون بيتكلم معاه، لكن مفاسة بيكون مش مركز لأنه مشغول بتعليم سيمبا الصيد، ويكون عايز يخليه يصطاد زازو من غير ما ياخد باله. هو بينجح في ده فعلا وبيتخض زازو جدا وبيطير، ويضحك مفاسة وسيمبا على اللي حصل. لكن زازو بيرجع تاني بسرعة ويبلغ مفاسة ان الضباع عملوا حملة صيد على المملكة. فبيجري بسرعة مفاسة علشان يشوف ايه اللي حصل ويدافع عن المملكة، وبيطلب من زازو يرجع سيمبا للبيت،
لكن سيمبا بيكون زعلان جدا لانه كان عايز يروح مع الملك، وبيشوف حشرة ويبقى عايز يقتلها، وبيفضل يروح وراها لغاية ما بيوصل عند عمه سكار. ولما بيشوفه سكار بيطلب منه يمشي من هنا ويروح يلعب بعيد مع الأشبال، بس سيمبا بيطلع جنبه بكل عفوية وبيقوله ان باباه قاله انه هيحكم مملكة ارض العزة كلها وانه هيكون ملك عليه. لكن سكار بيقوله انه اكيد الملك مفاسة ما قالهوش عن مقبرة الافيال اللي موجودة في اخر المملكة، لان المكان ده للشجعان وبس، وهو لسه شبل صغير ما ينفعش يروح هناك. وبعد ما بيخلص كلامه بيطلب من سيمبا ما يحكيش لحد انه عارف المكان ده، وطبعا سيمبا بيكون عنده فضول انه يروح المكان ده. وبعدها بياخد صديقته نالا وبيقول لها قدام باقي الاشبال انهم هيلعبوا مع بعض، بس في الطريق بيعرفها انهم هيروحوا مقبرة الافيال اللي في اخر المملكة. بس نالا بتحذره من المكان ده، لكن برضو سيمبا بيصمم انهم يروحوا هناك. وبيقابلهم الطائر زازو وبيقول لهم انه مبسوط لانه شايف قدامه ملك وملكة المستقبل، فبيسألوه تقصد مين؟ فبيقول لهم انه يقصدهم هما الاتنين لانهم في حكم المخطوبين، وبيردوا عليه هما الاتنين وبيقولوا له ان ده مستحيل يحصل لانهم مجرد اصدقاء. فبيقول زازو لسيمبا انه مش هيعرف يهرب من قدره كملك وان لازم يتجوز نالا، بس سيمبا بيهزر معاه وبيقوله ان الملك مش بياخد اوامر من حد، وبيجري هو ونالا وسط الحيوانات لان زازو بيحاول يمنعهم من الهروب، وبيقول لهم ان المكان اللي هم رايحينه خطر جدا، بس هما مش بيهتموا بكلامه ويفضلوا يجروا هو ونالا لغاية ما بيوصلوا لحدود المملكة. وفي الوقت ده زازو بيسيبهم وبيطير علشان يروح للملك مفاسة ويقول له كل اللي حصل، وبيكمل سيمبا طريقه مع نالا ويفضلوا يلعبوا مع بعض ويبصوا يلاقوا نفسهم قدام مقبرة الأفيال، والمكان بيكون شكله يخوف جدا ومليان هياكل عظمية. بس سيمبا بيكون عنده فضول يستكشف المكان، ونالا بتكون خايفة لأنهم بعدوا عن الحدود بتاعتهم وبتطلب منه إنهم يرجعوا، بس سيمبا بيقرر إنهم يروحوا لأبعد مكان في المقبرة علشان يعرف فيها إيه. وأول ما بيوصلوا بيحسوا بحركة غريبة في المكان، وفجأة بيظهر الضباع واحد ورا التاني وبيحاصروا سيمبا ونالا وبيكونوا مش عارفين يخرجوا. وبيقولوا الضباع لبعض ان العشاء النهارده هيكون ملكي، وبتظهر شينزي قائدة الضباع وتقول لسيمبا انها مستنية اللحظة دي من زمان، وان قوانين مفاسة مش بتمشي في مقبرة الافيال. ويجي زازو بيقول لشينزي ان سيمبا غلطان لانه دخل ارضهم، بس هي لو اذيته هتكون بتبدأ حرب مع مفاسة. وشينزي مش بتهتم بكلامه خالص وبتهجم على سيمبا هي وباقي الضباع، ويحاول سيمبا يهرب منهم هو ونالا، وبيدخلوا انفاق وبيطلعوا منها على مكان تاني، لكن بيلاقوا الضباع في كل مكان وبيتريقوا على سيمبا علشان صوت زئيره طفولي وبيضحكوا عليه. وفجأة بيسمعوا صوت زئير الملك مفاسة ويترعبوا، فبيبعد كل الضباع عنهم وبيقول لشينزي ان ده اخر تحذير ليها. فبترد عليه شينزي وهي متضايقة جدا وبتقوله انهم مش هيقربوا لسيمبا تاني، وبياخد مفاسة سيمبا ونالا وبيمشوا. وبعد كده بيقول لزازو يرجع نالا لبيتها لانه عايز يقعد مع سيمبا ويتكلم معاه، فبيطلب زازو منه ما يقساش على سيمبا علشان عصى اوامره ويفكروا انه كان عنده نفس الفضول لما كان في سنه. بس مفاسة بيقول انه عايز يعلم سيمبا درس وبيطلب منه ينفذ اللي قال عليه وياخد زازو نالا ويمشي. ويكون سيمبا حاسس بالذنب لانه عصى اوامر باباه، فبيقول له مفاسة انه اللي عمله ده عرض حياة المملكة ونالا للخطر. فبيرد عليه سيمبا وبيقول له انه كان نفسه يثبت له انه شجاع زيه، ويقول له مفاسة انه علشان يكون شجاع لازم يكون شجاع في الوقت المناسب، وبيقول له انه كان خايف النهارده لما لقاه في خطر. فبيقول له سيمبا ان الضباع كانوا مرعوبين منه، فمفاسة بيرد عليه وبيقول له لانهم عارفين ايه اللي ممكن يحصل لهم لو كانوا اذوك. وبعدها بيفضلوا يلعبوا مع بعض وبيسالوا سيمبا على النجوم، فبيقول له مفاسة ان النجوم دي ارواح ملوك الماضي وبيبصوا عليهم من السماء، وانه في يوم هيكون جنبهم وهيكون شايفه لو احتاج له. وفي الناحيه التانيه بيكون الضباع قاعدين في المقبره وبيتكلموا عن مفاسة وقد ايه هو قوي. وفجاه بيدخل عليهم سكار اخو الملك مفاسة وبيقول لهم انهم ملهمش مكان يعيشوا فيه وانهم فشله ومعرفوش يتخلصوا من سيمبا ونالا بعد ما بعتهم لهم، وبيتفق مع قائده الضباع شينزي ضد مفاسة، والمقابل انه لما يبقى الملك هيخليهم يعيشوا في المملكه زي باقي الحيوانات ويصطادوا براحتهم فيها. وكل الضباع بيوافقوا على كلامه. وبنشوف تاني يوم سكار وهو مع سيمبا في وادي في المملكه وبيقوله انه عارف ان باباه زعلان منه، وبيقترح عليه يقعد في الوادي ده لوحده ويفضل يجرب زئيره لغايه ما يبقى صوت زئيره عالي. هو وقتها مفاسة هيصالحه وهيعرف ان ابنه كبر ومش هيعامله على انه شبل تاني، وبيمشي سكار ويسيبه وبيدي اشارته للضباع علشان يبداوا الخطه، وهي انهم يهاجموا الحيوانات البريه فوق التل، فالحيوانات يخافوا وينزلوا على الوادي اللي فيه سيمبا. ولما سيمبا بيشوفهم بيخاف جدا ويحاول يهرب منهم لان الحيوانات كتيره وبيجروا بسرعه. وفي الوقت ده بيروح سكار لمفاسة وبيقوله ان ابنه متحاصر وسط حيوانات بريه في الوادي، فبيجري مفاسة على
علشان يلحق ابنه، ويكون سيمبا متعلق في جذع شجرة، فبيوريله سكار مكانه وبيروح علشان ينقذه من وسط الحيوانات البرية وهما بيجروا، وواحد منهم بيخبطه فبيوقعه، لكنه بيقدر انه يقوم من وسطهم وينجح انه ياخد سيمبا يوصله فوق الصخرة. وسكار بيكون واقف وشايف كل ده طبعا، فبيحاول موفاسا انه يتسلق الصخور ولكنه مش بيعرف، ويشوف الغدر في عيون اخوه سكار، لكن بالرغم من كده بيطلب منه المساعدة. بس سكار بيدوس بضوافره في ايد موفاسا وبيقول له عاش الملك، وبيرميه من فوق الصخور. وبعد ما الحيوانات بيمشوا بينزل سيمبا علشان يطمن على باباه، ويتفاجئ انه مات، وبيكون حزين جدا عليه وبينام في حضنه. وبيجي سكار وبيقوله ان هو السبب في اللي حصل ده، فبيرد عليه سيمبا وبيقوله ان اللي حصل ده بسبب ان باباه كان عايز ينقذه ومش بسببه هو. فبيقوله سكار انه مصدقه، لكن اللي في المملكة مش هيصدقوه وهيبقوا عايزين ينتقموا منه، ويسألوا سيمبا يعمل ايه. فيرد عليه سكار وبيقوله انه لازم يهرب لمكان بعيد وما يرجعش تاني للمملكة. وبيجري فعلا سيمبا علشان يهرب، ويوصلوا الضباع بعد ما بيمشي، فبيقول لهم سكار انهم يخلصوا على سيمبا، وبيروحوا وراه وبيطردوه لغايه ما سيمبا رجله بتفلت وبيقع من فوق صخره عاليه جدا، وتفتكر الضباع انه مات خلاص ويروحوا يبلغوا سكار. بس سيمبا بيكون ما ماتش وبيكون نزل على جذع شجره، وبعدها بيهرب بره المملكه خالص. ونشوف سكار وهو بيبلغ المملكه بموت الملك موفاسا وسيمبا، وبيقول لهم انه حزين جدا وندمان انه ما كانش موجود وقتها علشان يدافع عنهم، وبكده هو اللي هيكون الملك الجديد. وبيدخل الضباع المملكة علشان يساعدوه في نظام الحكم ويعيشوا وسط الحيوانات زي ما وعدهم. ويكون سيمبا ماشي في صحراء وبيغمى عليه من كتر الجوع والعطش، والطيور بيتجمعوا حواليه ويبقوا مستنيينه يموت علشان ياكلوه. لكن النمس تيمون وصديقه الخنزير البري بومبا بيوصلوا في الوقت المناسب ويبعدوا الطيور عن سيمبا، بس لما بيعرفوا ان ده اسد صغير بيخافوا ويجروا بعيد. ويفوق سيمبا وقتها، وتيمون بيقول انهم انقذوا حياته، فبيرد عليه سيمبا وبيقول انه مش فارق معاه يموت ولا لا، لانه غلط غلطه كبيره ومش حابب يتكلم عنها. ويحاول تيمون وبومبا انهم يخرجوه من اللي هو فيه، وبيقولوا له انه يدي ظهره لاي حاجه ممكن تضايقه. فبيقول له سيمبا انه ما ترباش على كده، فبيقول له تيمون انه يمشي بمبدا هاكونا ماتاتا، اللي هو يعني يكبر دماغه من اي حاجه ممكن تضايقه. ويضطر سيمبا انه يروح معاهم لانه ما عندوش اختيار تاني، ويشوف الوادي اللي هم عايشين فيه وبيكون جميل جدا. وبيقولوا له انهم عايشين في الوادي ده مع الحيوانات في سلام، وممنوع انه يفترس اي حد منهم، ولو حب ياكل ممكن ياكل الديدان زيهم، ولو ان طعمها مش احلى حاجه بس هتشبعه. وتمر الايام وسيمبا بيكبر، وصداقته مع تيمون وبومبا بتقوى اكتر، وبنروح لمملكه ارض العزه اللي بيحميها سكار، وتكون اتحولت لدمار بسبب عمليات الصيد الغير منظمه اللي حصلت من سكار والضباع. ونشوف الطائر زازو واللي بيكون لسه ليه ولاء لعيله موفاسا، ويقول لنالا ان المملكه قربت تنهار بسبب صيد الضباع للحيوانات من غير حساب، وبيشوفوا الضباع وبيجروا وراه علشان يقتلوه، لكنه بيعرف يهرب منهم. ونشوف نالا بتقول لسرابي انهم لازم يهاجموا موفاسا، بس سرابي بتقول لها ان اكيد زمانهم هيرجع من تاني. وتيجي قائده الضباع شينزي وتقول لسرابي ان سكار عايز يقابلها، فبتروح له سرابي ويأمرها تقعد تاكل معاه، بس هي بترفض وبتقول له ان موارد المملكه قربت تخلص بسبب صيده الكتير، فبيقول لها ان هو يعمل اللي هو عايزه لانه الملك. وبعدها بيطلب منها انها تتجوزه، وبيفكرها انها فضلت عليه اخوه الملك موفاسا زمان، بس سرابي بترفض وبتقول له ان ده مستحيل، فبيخلي الضباع تاكل كل الاكل كعقاب ليها. ونشوف نالا وهي بتتسحب علشان تخرج من المملكه من غير ما سكار ولا الضباع ياخدوا بالهم، وبيشوفها زازو وبيقول لها ما تعملش كده لانه خايف عليها، بس نالا بتقوله انها لازم تمشي علشان تلاقي حد يساعدهم من بره المملكه. وبيحس سكار بحركه في المكان ويظهر زازو قدامه علشان يوهمه ان هو اللي في المكان، وبتقدر نالا انها تهرب في الوقت ده، وبتكون سرابي شايفاها من فوق الصخره. وبنشوف سيمبا وهو بيلعب مع الفراشات، وبيظهر غزال ولما بيشوفه بيهرب منه لانه فاكر انه هيفترسه، بس سيمبا بيكون مستغرب من الغزال ومش فاهم هو جري ليه، فبيقوله تيمون وبومبا ان الغزال كان فاكر انه هيفترسه لان ده العادي. وبعدها بيفضلوا يتكلموا مع بعض عن الحيوانات وان وجودهم مرتبط ببعض علشان التوازن البيئي. وبعدها بنشوفهم وهم قاعدين مع بعض على صخره وبيبصوا للنجوم اللي في السماء، وبيسأل بومبا تيمون عنهم، فبيقوله تيمون انه متأكد انهم حشرات منوره او دبان مضيء في السماء. وبيسألوا سيمبا عن رأيه، فبيفتكر كلام بابا ليه، وبيقول لهم ان في حد قال له ان دول ارواح الملوك اللي بيراقبونا من السماء. فتيمون وبومبا بيفضلوا يضحكوا على كلامه ويتضايق ويمشي علشان يقعد لوحده لانه افتكر باباه. ولما بيقعد على صخرة في المحيط بتقع خصلة من شعره وتفضل تمشي في المحيط لغاية ما بتوصل للقرد رفيقي، وبيعرف ان دي خصلة شعر سيمبا وبيفهم ان هو لسه عايش. وفي الناحية التانية بيكون تيمون وبومبا ماشيين مع باقي الحيوانات في الغابة وبتهجم عليهم
عليهم نالا علشان تفترسهم، وكل واحد بياخد طريقه وبيجري فيه ويتسلق بومبا صخرة، وبيحاول تيمون يتسلقها وراه لكنه مش بيعرف، وبتكون نالا خلاص هتفترسه، لكن بيوصل سيمبا وبيفضل يتخانق معاها، وبياخد باله ان دي نالا صديقة الطفولة وبينادلها باسمها وبيعرفها انه سيمبا. فبتفرح نالا جدا وبتحكي له عن المملكة واللي سكار عملوا فيها هو والضباع، وبتقول له انه لازم يرجع المملكة من تاني، بس هو بيرفض انه يرجع وبيعرفها على تيمون وبومبا، وبيقول لها ان الوادي هو مكانه دلوقتي، وبياخدها علشان يعرفها على المكان ويوري لها قد ايه هو جميل، ويفضلوا يلعبوا مع بعض زي زمان. وتكون نالا مستغربة ان سيمبا مشي واختفي الفترة دي كلها، وتطلب منه تاني انه يرجع معاها، لكنه بيرفض وبيقول لها ان سكار هو الملك دلوقتي، وبيسيبها ويمشي. ونالا بتقول له انه ما بقاش سيمبا بتاع زمان، وتمشي وترجع المملكة من تاني. ويكون سيمبا ماشي لوحده ويفتكر كلام نالا ليه، فبيلاقي القرد رفيقي اللي بيكون عارف مكانه وقدر يوصل له، ويسأله سيمبا هو مين، فبيقول له رفيقي ان هو اول واحد شاله وقدمه للمملكة، وبيعرفه ان الملك مفاسا لسه عايش. فبيجري سيمبا ورا رفيقي على امل انه يلاقي باباه ويكون لسه عايش فعلا، وبياخده رفيقي للمحيط وبيخليه يبص فيه. فبيشوف سيمبا انعكاس صورته في المحيط، وبيفهم ان رفيقي قصده ان هو مكان باباه دلوقتي. فبيفتكر سيمبا كلام باباه ليه وان هو لازم ياخد مكانه ويتحمل المسؤولية كملك. وبيسأله رفيقي عرفت انت مين دلوقتي؟ فبيقوله انا الملك سيمبا ابن الملك مفاسا. ويقرر يرجع المملكة وبيجري علشان يلحق نالا ويعرفها انه هيرجع معاها، وبيمشوا مع بعض لغاية ما بيوصلوا فوق صخرة، وبيشوف سيمبا المملكة من فوق، وبيقول لنالا ان المملكة اتحولت لخراب لما سكار بقى الملك. وزازو بيشوفه وبيكون فرحان جدا انه رجع، ويبص سيمبا وراه فبيلاقي تيمون وبومبا اجوا وراه علشان يساعدوه، ويرحب بيهم وبيقول لهم ان هم دلوقتي في مملكته. وبيمشوا كلهم ويتسحبوا علشان يعرفوا يدخلوا المملكة، بس بيلاقوا الضباع محاصرة كل حدود المملكة. فبيجي لهم فكرة وانهم يستخدموا تيمون كوسيلة لتشتيت الضباع، وبيعملوا كده فعلا. ويروح تيمون وبومبا قدام الضباع، وبيقول لهم بومبا ان تيمون جاهز علشان يكون العشاء بتاعهم، ويجروا الضباع ورا تيمون وبومبا. وبكده خطتهم بتنجح، ويتجه نالا وسيمبا لدخول المملكة، ورفيقي بيكون بيستعد للحرب معاهم وبيطلع عصايته القديمة. وفي الوقت ده بيكون سكار بيهدد سرابي ويكون عايز يتجوزها، لكن سرابي بتقوله انه نكرة ومفيش مقارنة بينه وبين مفاسا، فبيهجم عليها ويضربها. وفي الوقت ده بيوصل سيمبا ويتخض سكار لما بيشوفه لانه بيفتكره مفاسا، فبينزل سيمبا وبيحضن مامته وبيطمنها. ويتفاجئ سكار ان سيمبا لسه عايش لان الضباع المفروض انهم قتلوه. وبتقول نالا للمملكة ان سيمبا هو الملك بتاعهم، فبيقول سكار للمملكة ان سيمبا هو اللي كان السبب في موت مفاسا، بس سيمبا بيعترف بغلطه وبيكون متوتر جدا. وبيلاحظ سكار ده ويفضل يضغط عليه بالكلام علشان يخليه تحت حكمه، وبتتزحلق رجل سيمبا وبيكون هيقع من على الصخرة. فبيفتكر سكار اللحظة اللي قتل فيها مفاسا، ويقرر يعمل نفس اللي عمله زمان في مفاسا، ويدوس بضوافره على ايد سيمبا وبيقوله ان هو هيقتله زي ما قتل باباه زمان. فبيغضب سيمبا جدا لما بيسمع الكلام ده، وبيمسك في شعر سكار ببقه وبيطلع على الصخرة وبيواجهه بالكلام اللي قاله قدام المملكة. فبيتوتر سكار وبيخاف، وعلشان يداري على اللي قاله بيؤمر الضباع انهم يهاجموه، والاسود والضباع بيبداوا معركة شديدة جدا. وبيهاجم الضباع تيمون وبومبا، بس تيمون بيقرر انه ما يخافش وبيهاجم الضباع لغاية ما بيخافوا منه وبيهربوا. ونالا بتشوف شينزي وبتهاجمها، وحتى كمان زازو بيحارب الضباع ومش بيكون خايف منهم، بس بيتجمعوا عليه وبيكونوا هياكلوه. لكن رفيقي بيوصل وبيحاربهم بالعصاية بتاعته، وبنشوف نالا وهي بترمي شينزي من فوق الصخرة وبيتخلصوا من الضباع والباقي بيهربوا. وسكار بيخاف وبيهرب هو كمان، لكن سيمبا مش بيسيبه وبيطرده علشان يخلص منه لغاية ما بيوصلوا فوق الصخرة. فبيطلب منه مفاسا يسيبه يعيش ويقوله ان الضباع هي السبب وانه كان ناوي يتخلص منهم. فبيرد عليه سيمبا وبيقوله انه مش هيقتله زي ما قتل باباه، ولكنه هينفيه بره المملكة خالص. بس سكار بيغدر بيه وبيهجم عليه تاني، ويقدر سيمبا يتخلص منه وبيرميه من فوق الصخرة، لكنه مش بيموت وبينزل لقدره تحت مع الضباع. وبيقولوا له انهم سمعوه وهو بيتكلم مع سيمبا عليهم، وبيهجموا عليه وبينجحوا انهم يخلصوا منه. ويرجع سيمبا لمملكته ارض العزة من تاني، ويكون هو الملك بتاعها. وبعد فترة بنشوفها رجعت لجمالها زي ما كانت بالظبط لما كان مفاسا عايش. ونشوف سيمبا ونالا بعد ما اتجوزوا وخلفوا، والقرد رفيقي بيقدم ابنهم للمملكة. وهنا بتكون نهاية قصتنا.